في قطعة في عربيتك لو باظت ممكن حرارة الموتور تعلى في دقايق وتكلفك فلوس كتير، والغريب ان اغلب الناس ما تعرفش اهميتها اصلا. النهاردة هنتكلم عن ترمبة المية، بس قبل اي حاجة لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم منعم محمد. النهاردة هنتكلم عن ترمبة المية. الحقيقة ان عطل صغير في ترمبة المية ممكن يرفع درجة حرارة الموتور بشكل خطير ويكلفنا فلوس كتير طبعا في الإصلاح. بس قبل أي حاجة هنتكلم عن وظيفة ترمبة المية. ترمبة المية وظيفتها انها تضخ سائل التبريد باستمرار داخل دورة التبريد علشان تحافظ على درجة حرارة الموتور وتمنعه من السخونة الزايدة. لكن المشكلة ان الترومبة غالبا بتدينا علامات قبل ما تتلف بالكامل، والعلامات دي طبعا لازم ناخد بالنا منهم. اول حاجة ممكن تلاحظها نقص مستمر في مياه التبريد او تسريب مياه من ناحية الترومبة، او صوت خشونة غريب من ناحية كل المجموعة، او ارتفاع درجة حرارة السيارة بشكل متكرر. وطبعا لو تجاهلت العلامات دي ممكن العربية تسخن فجأة وتدخل في إصلاحات كبيرة كان ممكن نتجنبها من البداية. وطبعا السؤال اللي بيتكرر دايما، ايه أفضل نوع اشتريه؟ طبعا من أشهر وأقوى الأنواع الترومبات اليابانية الموجودة في السوق هو ايسن وجي ام بي، والاتنين معروفين بجودة التصنيع واعتماد ناس كتير عليهم في الصيانة. لكن الأهم من اسم النوع إن الترومبة تكون أصلية ومن مصدر موثوق وتكون مناسبة لموديل السيارة. وانصحك طبعا ان انت اوعى تعتمد على انواع عشوائية موجودة في السوق، وافتكر دايما ان ترمبة المية قطعة صغيرة في الحجم لكن دورها كبير في حماية موتور سيارتك. وطبعا في نهاية الحلقة لو استفدت المعلومة متنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن عالم السيارات وقطع الغيار، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.